وبالتزامن مع أعمال هذا الاجتماع العربي في الدوحة، استقبل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي هذا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد العثماني، وتبادلا وجهات النظر حول ما يمكن أن يساعد على دعم التعاون الثنائي بين المغرب وتونس في العديد من المجالات تجسيدا لطموحات قائدي البلدين. كما بحثا في هذا اللقاء بعض الملفات الدولية المستأثرة بالاهتمام المشترك، خاصة ما يرتبط بالوضع المغاربي. من قبل السيد الرئيس منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية، وكان اللقاء كالعادة حميميا ووديا. تناقشنا في العلاقات الثنائية بالخصوص وفي كيفية سبل إنعاش الاتحاد المغاربي، وهنأت أخي وزير الخارجية التونسي الجديد على الثقة التي حظي بها، واتفقنا على المسير على نفس الخط في تدعيم العلاقات الثنائية على جميع المستويات في المدى القريب والمنظور إن شاء الله.